قائمة النهاردة هتشوف فيها أذكى الحيوانات اللي ممكن تشوفها في حياتك. مش محتاجة حاجة يعني. What's this made of? Glass. وقائمتنا مليانة وملظلظة بحيوانات بتتصرف بذكاء مذهل. هتتفرج عليهم لدرجة انك هتندهش وهتقول لنفسك ازاي الحيوانات بتتصرف كده. هو مفيش حد هيختلف على الكلام ده ان الدلافين من اذكى الكائنات. بس بصراحة اللي صدمني طريقة الصيد بتاعتها. الدلافين بيلموا بعضهم علشان عندهم طلعة صيد، محدش من الكائنات البحرية بيعمل زيهم كده. الفكرة هنا لما بيعرفوا مكان السمك على الشط بيتحركوا كلهم في اتجاه واحد علشان يخرجوا السمك بره المية، علشان بعد كده يقزقزوا فيهم وياكلوهم براحتهم. ما تجيب سمكة يا ابني، انت طفص ليه؟ حوت الأوريكا ذكي جدا وبيعمل استراتيجية كده علشان يصطاد فريسته، وهي استراتيجية اظهر وبان عليك الأمان. أسد البحر بياخد تان على حتة تلج عايمة على وش المية وفاكر نفسه هو كده في أمان ومحدش واخد باله منه، لكن حوت الأوريكا ذكي جدا وبيصطاد في مجموعات علشان يوقعوا أسد البحر من فوق قطعة التلج. خلاص يا مسكين، هتروح فين؟ ما عادش في مكان هتروح له. كابتن وريني الواد الصغير ده كده. سبحان الله، بني آدم صغير بس مناخيره طويلة، طالع لك بالظبط. ايه الريحة دي؟ بغير له الكادلس بتاعه. يا ست انا مغير له من ساعة، هو انت مش شامم ولا فقدت حاسة الشم؟ خده بقى وامشي من هنا، قلبته معدتي. الشخص ده حب يختبر ذكاء القرد ده ويحط له فول السوداني بعيد ويشوف القرد هيتصرف ازاي، لكن القرد ذكي جدا وعنده طريقة واتصرف في ثواني. يخرب بيت عقلك، ايه الذكاء ده؟ لا سحر ولا شعوذة، في ثواني بقت في ايده. صحتين على قلبك يا نجم، تستاهل والله. قفص الببغان ده كان قديم وصاحبه كسرهوله علشان يشوف رد فعله، وفعلا الببغاء بتاعه فرح جدا وفضل يشكره. خلاص بقى يا بغبغان، كل ده كلام شكر؟ هو بصراحة ابن حلال ويستاهل. أنا عارف إن البغبغانات ذكية جدا وممكن تمسك مصاصة عادي وتاكلها في أي مكان، لكن أول مرة أشوف بغبغان ماسك سكينة. مش عارف ده سفاح ده ولا إيه؟ يا رب ما يشوفني، يا رب ما يشوفني. نسيت أقولك أنا إبراهيم. شكلك كده سرحت مع الفيديو ونسيت تعمل لايك. يا رب اللي يدوس لايك واشتراك ربنا يحقق له كل أحلامه. صلى على النبي ويلا بينا. أنا شفت في حياتي حيوانات كتير بتعمل حاجات غريبة جدا، لكن اللي بيعمله إنسان الغاب ده أنا عمري ما شفت في حياتي حاجة زي كده. شكل فيلم كوكب القرود بدأ يتحقق. لا 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 لا، الموضوع كبر خالص. Touch Ophelia? Touch Ophelia. Yes, good boy. هو بيقولك المسها، انت بقى بتبوسها ليه؟ يلا يا سيدي هنعديها لك. What's this made of? Glass. بيقول له ده ايه؟ خبط عليها 3 خبطات وقال له دي ازاز. بجد برافو عليك، ذكي جدا. تعالى تعالى بس، تعالى بس هقولك على حاجة. شايف الباب ده؟ يلا بقى توكل على الله علشان انت صدعتنا. الكلب بتاعه مش واثق فيه لدرجة انه مش عايز ياكل حاجة من ايده غير لما صاحبه ياكلها الاول علشان يطمن وياكل براحته. الحيوانات ما بقتش واثقة في البشر خالص. يقوم صاحبه يعمل نفسه انه تسمم من الحاجة اللي كلها. انا عرفت كده الكلب مش واثق فيك ليه. ببغان هنا فاتح بقه على اساس ان الدبانة هي اللي هتخش ببقه. الدبانة نفسها مش فاهمة هو بيعمل ايه. تخيل تبقى راجع من شغلك تعبان وتلاقي الاتنين اللطاف دول مستنيينك على الباب، واحد فيهم يشيل الجزمة والتاني يشيلك الشراب ويحطهولك في السلة، وفي الاخر يدخلوا القفص بتاعهم اكن مفيش اي حاجة حصلت. المهمة تمت بنجاح يا رجالة. ولا البغبغان اللي بيطلب من صاحبه يظبط له ضوافر رجله على السريع. والله انت بغبغان رايق وملكش حل. والله الخنزير طلع ذكي ويتصرف في ثواني.
الغراب ده يستاهل المكافأة لأنه عرف يرصهم صح في الآخر. ذكي جدا بصراحة. وهنا الفرخة بتعزف أحدث مقطوعة موسيقية ليها. أيوة يا فنانة اديها. الغزالة بتحترم المرور أكتر مننا كبني آدمين، ومستنية الإشارة تبقى خضرة علشان تقدر تعدي. يلا يا ست اهو الإشارة فتحت، سكتك خضرة. يا دي النيل على الراجل ده، كل يوم تدريب كده. ها الحلقة هنا، والفلوس هحطها في الحصالة، والغطا ده يترمي في الزبالة. ايه ده؟ انا مش عارفة ايه ده اصلا. سيب يا عم. ها في الزبالة اهو. عايز مني حاجة بقى؟ سلام عليكم، ما تندهش عليا تاني. بقولك ايه يا ست البنات، ما تديني شويه من الفانتا اللي في ايديكي دي. ثانيه واحده هجيبلك ازازه واجي طيران. حطي لي شويه بالله عليكي في الازازه دي. ما تحطي كمان شويه، انت بخيله ولا ايه؟ ماشي يا ست البنات، الف شكر، ربنا يخليهم لك يا رب. الا الواحد كان عطشان جدا. القرد ده ذكي جدا لان عارف الثمره دي دماغها ناشفه جدا ولازم تتضرب على دماغها علشان تتكسر. القرد ده لو حد وصله هيشغلوه في مصنع يكسر البندق. اصل البني ادمين دول ملهمش حل. يا خرا شنو هذا؟ احلى مساعد نجار انا شفته في حياتي. اكيد بياخد اليوميه بتاعته فول سوداني. اضحك محمد، اضحك 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 عبد الله، اضحك 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 يلعن، اضحك اضحك. ومن كتر ذكائه متفاهمين مع بعض جدا. النجار بيقول له ناول الخشب، بيجيبها له في ثواني. هو مش بس بيساعده، ده كمان فاهمه جدا. لا 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 لا، كلنا محتاجين قرد زي ده في حياتنا. ولو وصلت لهنا يبقى انت من الناس المميزين واللي بحبهم جدا، لانك سمعت الفيديو للاخر. وعلشان انت انسان رايق اكيد فرقعت زر اللايك والاشتراك علشان اشوفك تاني يا قلبي. اشوفكم في فيديو جديد. سلام.